نعم، أنا أفترض أن الضعف الأساس في النظام في النظام الذي ونقصد دائما يعني النظام الجديد الذي هو يعني النظام الاساسي الذي هو رقم 2/23819. افترض ان نقطه الضعف الاساسيه هو هي المفارقه ما بين الاهداف المسطره في ديباجته وما بين المواد الحامله لمضامين افترض على انها كان ينبغي ان تكون هذه الابواب والمواد في مستوى الأهداف والغايات والمرامي التي سطرتها في ديباجة هذا النظام. بمعنى آخر أننا دائما سنكون أمام عملية إعادة النظر وإعادة بناء وإعادة صياغة العديد من أبوابه حتى تجاري أهدافه، لأننا دائما نبحث عن جودة حقيقية، كما جاء في أهداف هذا. والجودة الحقيقية لها تكلفة. هذه التكلفة بمعنى من أولى معالمها هو أن تشتغل أطر وزارة التربية الوطنية أو ما سمي بالموارد البشرية أن تشتغل في ظروف مريحة، لا تفكر إلا في ما يرتقي بجودة التعليم والتعلم داخل المدرسة والتهيئ لها خارج المدرسة، وليس الانشغالات بأمور أخرى من قبيل مثلا كأن يبحث رجال التعليم عما يكملون به مسائل انشغالاتهم المادية بانخراط إما في دروس إضافية أو في دعم أو في مدارس خصوصية. إذن هذا هو الإطار، بمعنى أن نجعل رجال الموارد البشرية في منظومة التربية الوطنية أن تكون كافية في حياتها في حدود، بطبيعة الحال لا يمكن دائما نحن لا نطمح إلى أن يكون هناك نوع من المثالية، ولكن على الأقل أن تجاري أن تجاري التطورات المرتبطة بمعيشهم اليومي، التطورات كذلك التي نعرفها في القدرة الشرائية وخصوصا على مستوى غلاء المعيش. كلمة أخيرة، المدرسة المغربية لا زالت بأمل، ورجال وموارد البشرية بهذه التسمية دائما أفترض على أنها ستكون كذلك ستكون عند الموعد، والنضال سيستمر. ولكن النضال هناك فصل المقال ما بين النضال وما بين العمل مع الأطفال، مع الشباب داخل المدارس، داخل الثانويات، داخل الإعداديات. بمعنى هناك فصل. علينا أن نتبنى الاجتهاد، الإبداع، الابتكار، العمل، الإخلاص في هذا العمل، وفي الآن نفسه إن كانت هناك بعض الاختلالات نناضل من أجلها.